وتم 30 سنة. فوقفت قلت انت عملتي ايه في حياتك؟ عمرك سألت نفسك حياتك اللي فاتت كلها ايا كان سنك عملت فيها ايه؟ ايه الانجاز اللي عملته في حياتك؟ انا داخله على 30 سنة، انا عمري في حياتي ما سألت نفسي السؤال ده، ولسه اول مرة اسأله لنفسي بسبب قناة دوبامي كافيين. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ مين فيكم متابع قناة دوبامي كافيين؟ انا حفظت الاسم ده بصعوبة جدا. الشخص ده من اكتر الاشخاص اللي انا بحب اتابعها وبستمتع جدا 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 بالمحتوى بتاعه. بيأثر فيا جدا وبيأثر في طريقة تفكيري جدا، بس مفيش حاجة أثرت فيا قوي قوي للدرجة دي زي الفيديو اللي حكى فيه قصة حياته أو قصة دوبامي كافيين ازاي طلع بيها، وخلاني أقف عند حياتي هنا وأقول ستوب. محتاجين نقعد قاعدة مع نفسنا، لازم كل واحد فينا يقف كده شوية ونبطل لعب ونبطل تضييع وقت رهيب. حتى لو انت مسحول في شغلك او مسحولة في البيت مع العيال مع المذاكرة مع الكلام ده كله، محتاجين نقف شوية كده ستوب. هو انا عملت ايه في حياتي؟ الانجاز اللي انا عملته في حياتي. طبعا اكبر انجازاتنا كراجل انا بشتغل عشان اصرف على بيتي واصرف على عيالي، وانتي كست ان انا بربي الولاد وبشوف البيت والعيال، وده اكبر هدف واسمى هدف واعظم هدف، واللي يقول غير كده يعني يبقى الصراحة الدنيا سرقاه يعني. وطبعا انت كطالب ان انا بذاكر عشان خاطر اجيب مجموع واخش الكلية اللي انا نفسي اخشها، ده اسمى هدف. بس في حاجة كده وقفت فيها، اللي هو اما انا كنت وقت ما انا بدرس انا كان هدفي ان انا عايزه اخش هندسه، انا عايزه اجيب مجموع هندسه، عايزه اجيب مجموع هندسه، جبت مجموع هندسه ودخلت هندسه بفضل الله وبفضل الرحمن. طيب عايزه اخش عماره، عايزه اخش قسم عماره، عايزه اخش قسم عماره، الحمد لله يا رب دخلت قسم عماره. عايزه اتخرج واشتغل، او ما استنيتش واشتغلت وانا في الجامعه، والحمد لله يا رب عملتها وخدت فلوس من الجامعه بتاعتي واشتغلت يعني قصدي وانا بدرس وعملت اللي نفسي فيه. عايزه بقى اكون اسره واكون ولاد وابقى ماما، الحمد لله يا رب بفضل الله بفضل الله يا رب ربنا رزقني بده. ومرت السنين انا دلوقتي خلاص ما بشتغلش على فكره وما اشتغلتش في مجالي تاني وقعدت ست بيت. فوقفت كده وانا خلاص فاضلي شهرين او 3 شهرين وتم 30 سنة. فوقفت قلت انت عملتي ايه في حياتك؟ انا عملت ايه في حياتي؟ علاقتي بنفسي، علاقتي بربنا، عملت حاجة ليا بعيد عن الولاد والبيت والحياة وكده؟ لقيت ان لا، علاقتي بنفسي سيئة جدا، ناسية نفسي تماما، هاملة نفسي جدا. مش لازم تكون هامل نفسك كشكل، لا، هاملة نفسي كصحة، هاملة نفسي كأفرح نفسي، اعمل حاجة لنفسي افرحها، اعمل حاجة لنفسي ابسطها. طبعا اللي اكتر حاجة بتبسطني في دنيتي هم عيالي، ده اكتر حاجة بتفرحني وتخليني مزقططة كده. بس انا قصدي انا كأنا عملت ايه لنفسي؟ مفيش. طب علاقتي بربنا عادية جدا، ما فيش حاجة مميزة بعملها لربنا، ما فيش حاجة لما يعني مميزة كده، هدف سامي كده ان انا اعمله، ما فيش. بتعمل العادي واقل من العادي كمان، ما فيش حاجة كده بعملها افيد بيها نفسي، افيد بيها ديني، افيد بيها بعد كده لما انا اموت وتبقى صدقة مستمرة كده ليا وانا ميتة. ما فيش حاجة عملتها. طب عملت حاجة بقى ليا انا، مشروع ليا انا؟ مفيش برضو، مفيش بزنس كده عملته ليا او حاجة عملتها ليا. فالصراحة لما جيت اتفرجت على دوبامي كافيين وقصة حياته، برضو هو وقف في مرحلة وهو عنده 27 سنة وسأل نفس السؤال ده، لقى نفسه ان هو بيشتغل وطاحن نفسه برضو في الشغل، وده الطبيعي وده العادي.
علاقته بربنا عاديه جدا، ما عملش حاجه مهمه. اللي هو قال لك ايه، لو انا جيت الف كتاب هذكر ايه فيه؟ بشتغل، طب ما عادي. بصلي وبصوم وبزكي، طب ما ده عادي. ايه الهدف السامي اللي انت عملته اثر فيك وفي اللي حواليك وفي دينك وفي مجتمعك وفي حياتك؟ ولا حاجة حقيقي، ولا حاجة. في حين ان ممكن حاجات بسيطة جدا، مش لازم تبقى حاجة خرافية او حاجة خزعبلية، ان انت تعملها عشان خاطر تأثر في ده. وعلى اساسه قررت. اول حاجة مسكت ورقة وقلم وقعدت كتبت كل الحاجات اللي نفسي احققها، كل حاجة نفسي احققها. نفسي يبقى عندي عربية، نفسي يبقى عندي كذا وكذا وكذا وكذا، حاجات كتير قوي كتبتها نفسي احققها. وبعدين لما جيت بصيت ليها لقيت ان انا كنت مركزة قوي في حاجات صعبة، حاجات صعبة ان انا اعملها دلوقتي. فلقيت نفسي انا كنت مركزة في حاجات صعبة قوي، صعبة جدا ان هي تتحقق دلوقتي. فعشان كده كنت دايما حاسة باحباط، حاسة ان انا مش عارفة احقق حاجة. قمت مرتباهم من الاسهل للاصعب، زي بالظبط ما قال دوبامين كافيين اللي هو ناصر العقيلي، قال رتبوها من السهل للاصعب. فلما رتبتها من الاسهل للاصعب لقيت ان الحاجات السهله دي لما هعملها هي سهله تتعمل باذن الله، بس تاثيرها هيكون عليا كبير، وممكن منها واحده واحده اعمل الحاجات اللي بعد كده، بس واحده واحده. فقلت برضو افيدكم بالمعلومه دي، ممكن تكون غايبه عن كذا حد. الفكره كلها اقعدي الاول مع نفسك او مع نفسك، اسال انا ايه الحاجه اللي عملتها مؤثره في حياتي طول عمري. لقيت حاجات كتير عملتها او حاجه او حاجتين، فده كويس. ما لقيتيش فبرضو ده كويس ان انت بدات. في ناس بتعيش وبتموت وهي لسه ما بداتش الموضوع ده. هات ورقه وقلم وابدا اكتب ايه اللي نفسك فيه، كل حاجة بقى نفسك تشتريها، نفسك في وظيفة معينة، نفسك تخش كلية معينة، نفسك في حاجة دينية معينة تعملها، في حاجة صلة رحم بطريقة معينة، حد من الأصحاب أو الأقارب مقطوع علاقتكم ببعض ومحتاج إن أنت تراجع العلاقة. كل حاجة نفسك فيها، في شكلك، في عايزة أتمرن، عايزة أتعلم سباحة، عايزة أتعلم مونتاج، عايزة أتعلم أوتوكاد، عايزة أتعلم إنجليزي، أي حاجة. وابدأ بعد ما تكتب كل ده ابدأ رتب ايه الحاجة اللي سهلة اللي اقدر اسيب فيها القلم وابدأها دلوقتي. ابدأ بالاسهل ثم الاصعب، وواحدة واحدة ان شاء الله هتلاقي ان الدنيا بتمشي. الموضوع ده برضو بيفرق في النفسية جدا يا جدعان، واحنا الفترة دي كلنا نفسيتنا او اغلبنا نفسيتهم مش احسن حاجة. فانا لما بطلع اتكلم معاكم بحاجه معلومه انا استفدتها او حاجه جابت معايا ايجابي، بحس على فكره باحساس احسن. واحب ان انا اشوف برضو في الكومنتات فعلا الحاجات دي بتفيدكم بجد ولا لا، او في حد بيطبقها فعلا واستفاد منها ولا لا. وان شاء الله تبقى في ميزان حسناتنا. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات مين اللي عمل الحاجات دي، هل هتبداوا تعملوها ولا لا. تابعوا قناه دوبامين كافيين، الراجل ده مش محتاج اعمل له دعايه، الراجل ده عنده ملايين المتابعين، انا يعني جنبيه حاجه في الصفر يعني. ولكن فعلا الشخص ده هيفيدكم جدا 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 في حياتكم وفي تفكيركم وفي شخصيتكم وطباعكم، الطباع بتاعتكم. ما تنسوش تدعوا لي. السلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.